لأنه المباراة بأرضه، وأيضا الأجواء الممطرة دائما أبناء الشمال يكونون ممكن تصب صالحة. نعم. نعم. كابتن سامي، يعني اكيد راح يستفاد فريق اربيل من عامل الارض والجمهور، وهو فريق جيد، لكن المشكله اربيل اليوم يعني كثير لاعبين عنده اساسيين ما راح يبدي بيهم، راح يعطي يعني فرصه للاعبين الباقين. فاتوقع يعني اربيل يستثمر هذه المباراه ملعبه وامام جمهوره. طيب انتقل مباشره الى ملعب. صوره ماكو. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من ملعب فرانسو حريري وأحداث الجولة 15 من دورينا، الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والصناعة. من بغداد ضيف على أربيل، أصحاب الأرض والجمهور الذي رغم قلة عدده وعدم رضاه إلا أن مدرب الفريق واللاعبين في هذه المباراة عازمين على العودة إلى المسار الصحيح، إلى إعادة أربيل الذي خططت إليه الإدارة في هذا الموسم. لكن حدثت الأمور التي لا تتمناها الإدارة ولا يتمناها أي مشجع لأربيل والصناعة الذي بدأ الموسم متعثرا، الذي يقف في المركز ال19، أربيل في المركز ال17. هذا محمد سلمان حكم المواجهة. أمامك الصناعة بالألوان الزرقاء والبيضاء وبحضور زغبحي كريست، وهنا أربيل وإيمانويل أكوي، الاسم الذي عول عليه كثيرا جمهور ولاعبي أربيل. هذا حكم المواجهة سيد محمد سلمان صاحب ال34 سنة، سيقود هذه المواجهة. جمهور حاضر ليس بكثرة، ليس كما يتمناه جمهور أربيل، لكن الأمور هنا يستبشرون بها خيرا في هذه المباراة. هذا أوميجا برنس وحديث مع حيدر محمد مبكر بعد تغيير الملاك التتريبي لصناعة. مباراة ثالثة لخالد محمد صبار. الآن يدخل المواجهة ب الحارس حيدر محمد، خط الدفاع حيدر علي أوميجا، كرار فالح وصفاء جبار، وسط الملعب إبراهيم نعيم، علي جمعة وهشام محمد كريست، وكذلك اللاعب حسين زياد وبيرس. بدأ من بيرس وحتى وصل إلى هذه المحطة في أربيل. نقلة في منطقة الجزاء في انتظار الرأسية، الله، عرضية مثالية ورأس خلفها هدف أول. يأتي هشام أحمد وخيار جيد من خالد محمد صبار. التفوق والتقدم يأتي، أول كرة للصناعة في منطقة الجزاء. وبالذكريات وبالتاريخ القديم هكذا هو الصناعة، يمرض ولا يموت، يمرض ولا يموت. وخالد محمد صبار هنا يعطي التعليمات، لا يأمن على هذا الهدف، وبالتالي هذا الواضح أمامك هشام أحمد القادم من الأنيق يضع الصناعة في المقدمة. عرضية مثالية قراها صح، وضعها في رأسه جنب القائم، وبالتالي هنالك الأمور صعبة. لاحظ كرة عرضية وصلت والرأسية والكرة في المرمى، هكذا فعلها هشام أحمد. عرضية محمد عدنان، ارتقى ما بين أحمد إبراهيم وهيردي سيامند، والمشاكل في قلب الدفاع لا زالت مستمرة. لاحظ خطأ في المراقبة، لاعبين على لاعب، وبالتالي تمكن من هذه الكرة لاعب الصناعة أن يضعها في المرمى. لاحظ ارتقاء رائع، والكرة صعبة 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 جدا على جولي، والكرة في المرمى. يأمر بالتنفيذ وكرة تلعب إلى الأمام. محاولة، هذه الجهة أتى منها هدف. محمد عدنان يحاول ينقل كرة عرضية، لو أتى الثاني هنالك كارثة. هذا كريستو ضيعها جاسم محمد ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. وهنا المحاولة لا زالت في أرضية الملعب، مرتدة للصناعة، فرصة لهدف ثاني، فرصة للثاني، ولكن جولي يتدخل. محاولة تعود الآن لمصلحة هلو، ينقل كرة، روى كان في الكرة، وحيدر محمد يستبسل. هذا حسن عاشور، وهنا التدخل موجود. محمد محسن يحاول على الكرة، مرتدة الآن، مرتدة مع سقوط محمد محسن، نقلة على الجانب، الكرة إلى محمد عدنان، سرعة عند دوحي في كرة. محمد عدنان دوحي على كرة، يحاول ينقلها باتجاه كريسو،
الثاني وهشام أحمد يسجل الهدف الثاني في نفس الطريقة وبالنفس الصانع ومن نفس المسجل. هكذا هي الصناعة، هكذا هي الصناعة، هنا تظهر وهنا يبان برقها في ملعب من؟ في ملعب فرانسو حريري. هشام أحمد القادم من الأنيق إلى الصناعة، وهذا صبار والحديث موجود. لا زال خالد يبحث عن الانتصار. هنا هشام أحمد هو من سجل، هو من تألق، وهو من وضع، وهذه الرأس الذهبية وضعت هدفين. هنا نفس الصانع، تفاهم كبير، أحمد إبراهيم لا توقيت لا تركيز، وغضب كبير، تأخر في الخروج من حارس المرمى، يقول نعم ولكن السبب في قلبي دفاع وليس حارس المرمى. طار، حلق، وضع الكرة في المرمى، لاحظ العرضية وحلق ولو في مستوى ليس بالمرتفع، ولكن وضع الكرة في المرمى. هكذا هشام أحمد يترك الكرة باتجاه حسن عاشور، عرضية حسن عاشور، لا زالت الرأسية هنا إلى خارج أرضية الملعب. إذن بالتنفيذ كرة ترسل في منطقة الجزاء، لكن المتابعة غائبة، وهذه مرتدة عند علي جمعة. علي يحاول، يجري علي بهذه الكرة في انتظار كريس، في انتظار وصول كريس. علي جمعة ينتظر، وهنا كريس يحاول يسرق الخطوط الدفاعية لأربيل، محاولة وكريس يمرر، لا 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 وألف لا. هشام محمد يضع الهاتريك، وماذا يجري في دفاعات هولير؟ ماذا يجري في أربيل؟ ثلاثية زرقاء بتوقيع واحد وبقلم واحد لهشام أحمد، هو من يسجل الآن، هو من يضع الكرة في المرمى الآن. هكذا هي الأمور، هكذا هي الأحوال، هكذا هي الأوضاع. وماذا يجري في أولير؟ القلعة هدمت في هذه الليلة، القلعة هدمت. ويا غازي يا فهد، ما يجري حالا صعبا ومريرا لا يمكن تحوله. كيف لا، كيف لا، وهذه الدفاعات المكشوفة. الصناعة يتألق ويتفوق ويتعملق، وهشام أحمد يأخذ المكان ويعطي ما لديه. لاحظ هنا كريس، وهنا الكرة نقلت في بالخطأ من حسن عاشور، وعاشور هو من أسكن الكرة في الشباك. هدف عكسي. لاحظ هنا كريس، الكرة مررت وتدخل حسن عاشور. هل كان هدف عكسي أم إن هشام أحمد؟ لاحظ، نعم حسن عاشور هو من سجل هذا الهدف العكسي. يتدخل النيجيري، محاولة تعود الآن، تنقل على الجانب زيد جمال، والتسديدة من هذا المكان إلى خارج أرضية الملعب. والذي سدد روى يوسف. الكرة عند روى إلى أكوي، والكرة تعتري العارضة. هذه أخطر محاولة لأربيل من حارس المرمى، تنفيذ سريع. هذه كرة احتلت العارضة، يبحث عن أمجد راضي. هذه كرة باتجاه أمجد راضي، محاولة، هنالك خطأ، يقول حكم المباراة هنالك دفع. وأعتقد بأن الصافرة حاضرة، نعم حاضرة، من محمد سلمان، تنهي أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، بتقدم الصناعة على أربيل ب3 أهداف دون مقابل. ننتظر الشوط الثاني وكيف ستكون التغييرات. هل هنالك عودة لأربيل أم أن الانتصار حسم في شوط المباراة الأول؟ لنا الحديث القادم في شوط المباراة الثاني. كيف سيكون مع تغييرات غازي فهد التي هل ستعيد أربيل إلى وضعه الطبيعي في هذه المباراة؟ هنا ربما يعطي حلول أخرى من المسافات البعيدة من الكرات الثابتة أو بالتمريرات. هذا خطأ من هيليو مونتيرا، فرصة لرابع. هنا الكارثة تحدث الآن، والهاتريك والرابع. هذا خالد محمد صبار هنا يفرح ويضحك، ومن أسعد من خالد محمد صبار في هذه الدقائق. وضعت الصناعة أربيل في موقف صعب جدا جدا
وهشام أحمد لم يحتسب الهدف الثالث له، أصر وسجل الرابع والهاتريك لهشام أحمد. هنا الفرحة على طريقته الخاصة في فرانسو حريري. القلعة تهدم والآن الصناعة يسجل الرابع. هذا ما يحدث الآن، هذا ما يحدث الآن. لاحظ الخطأ من هيليو مونتيرو، سرقها وماذا عسى حسين علي أن يفعل؟ حاول ولكن وضعها في مكان صعب. ولاحظ هنا الخطأ والمرور والانطلاقة بالسرعة. مهاجم متوهج لأن يسجل الأهداف فعلها، وهو الآن يسجل ثلاثية. لاحظ خطأ كبير من هيليو مونتيرو، أخرج سيمند حتى يصحح الخطأ وأتاه خطأ أكبر، ضربهم بالرابع. وهذا هشام أحمد. جفال مكنزي أمام أمجد راضي، أمجد هو الأقرب. ردة فعل جميلة من حارس المرمى، وهذه الإنقاذ الرائع. لاحظ هنا حيدر محمد نفذ التغييرات مدرب أربيل، وتغيير واحد متبقي في الصناعة. هذه كرة عرضية، محاولة عادت، والكرة فيها تسديدة وربما فيها هدف. الكرة والمحاولة التهيئ، ولكن الكرة في أحضان حارس المرمى. مكنزي يلعب الكرة طويلة إلى الأمام، محاولة تتهيأ إلى علي الشاخوان. علي يحاول يسدد من هذا المكان، الله في التمرير، ومحاولة تلعب الآن لمصلحة أربيل في انتظار تسديد الكرة. هنا الكرة الرائعة من علي شاخوان وردت. الأوغندي يتقدم الآن، يمرر في هذه اللحظات. الأول لأربيل سبيل، لاحظ أمام المرمى وسدد بهذه الطريقة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. وهنا محاولة قبل أن تأتي صافرة محمد سلمان، والكرة تعود. محمد جفال قد يفعلها، جفال يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا مشاهدينا الكرام تأتي صافرة محمد سلمان. مبروك للصناعة وهارد لك لأربيل، وأترككم في أمان الله وحفظه. العودة بالصوت والصورة للزميل العزيز على هيتشل.